بصي، فكرة انها تجربة صعبة، هي فعلا تجربة صعبة وشاقة الاتنين. ايه السبب؟ مش مطلوب من المخرج انه يبقى مؤلف، هو مطلوب من المخرج انه يبقى عنده فيجن، عنده رؤية. لكن الحقيقة يعني انا بتصور انك لما تبقى مخرج ومعاك موهبة انك تكتب سيناريو، ده شيء محترم جدا، لانه بينطلق تحت مسمى سينما المؤلف، زي ما شفنا استاذ داوود عبد السيد، وشفنا نماذج كتير جدا في السينما العربية. الفيلم ده صعوبته ان انت معاكي ممثلين كتير جدا ونجوم، عشان برضه يبقى الكلام اكثر صراحه. انا مش عامل اختصاص بحد معين، المخرجه الكبيره ايناس الدغيدي، لان انا عملت عنها فيلم دوكيومنتري كان مشروع تخرجي من معهد سينما. الست دي وقفت جنبي كتير جدا جدا جدا، وانا فخور اني اقول انا تلميذ ايناس الدغيدي، وفخور اني اقول انا بهدي فيلم الاسير للمخرجه الكبيره اللي اتعلمت منها، استاذه ايناس الدغيدي، ثم استاذي دكتور سمير سيف رحمه الله عليه، المخرج الكبير. حبيبتي منورانا، وقناة صدى البلد منورينا، وكل القنوات وكل الصحافة والسوشيال ميديا منورينا، وإن شاء الله يعني فيلم الأسير هو من الأفلام التقيلة الصعبة جدا. عايزة أقولك إن احنا تقريبا بقالنا سنة بنحضر فيه وبنصور، ولأن الفيلم بيناقش قضية مهمة جدا من قضايا الوطن العربي، مش مصر بس. وطبعا احنا مش هنقدر نقول ايه بالظبط عشان ما نحرقش الفيلم، ان شاء الله يعني يلاقي استحسان لدى المشاهد والجمهور. صدى البلد، أنا سعيد جدا أني متواجد معكم الإعلام المصري. فتجربتي في الأسير هي ابتدت من سيناريو ورق مكتوب بشكل عبقري للسيناريست والمخرج نور الدين علي، اللي عامل ورق جميل جدا. فلما قريت الورق وشفته انه يعالج قضية من اهم قضايا الوطن العربي، اللي هي التزامت الديني، فحبيت من خلال هذا العمل ده نوصل رسالة انه الدين هو يسر وليس عسر. بطولة جمعية طبعا فيلم الأسير مع مخرج شاب، لأول مرة بتعامل مع مخرج شاب من مصر. أنا اتعاملت كتير مع مخرجين، هاني إسماعيل، علي عبد الخالق، محمد عبد العزيز، وفيق وجدي، بس الأستاذ نور الدين علي يعني عايز أقول لك بقيمة المخرجين اللي اتعاملت معاهم سابقا، عنده رؤية جامدة قوي، مقدمني ببطولة جمعية حلوة، دور حلو. افتخر انا بعد الرجوع ده كله انزل بدور حلو في السينما جامد. شخصية فيلم الأسير فعلا انا منتظره بفارغ الصبر ينزل في السينمات، وعمل دور حلو جامد قوي. ومفروض راجع بعد فترة زمنية لحبيبة قلبي الأستاذة وفاء مكي اللي أخذ بدور هدى. رجع انه حب قديم، ورجع خلصها من عذاب اخوها المتشدد دينيا نفسيا عصبيا. يعني عايز ارجع لحبي، وهو رفضني من زمان، وانا بحاول ارجع بمفاجأة مش عايز اقولها طبعا هعمل ايه. ان شاء الله يعني هنتصل عليه، ما اعرفش ولا هيحصل له ايه. ده كوكبة من نجوم الفن المصري، امثال الفنانة القديرة وفاء مكي، الفنانة الكبيرة لوسي، الفنانة القديرة هند عاكف، جبنا كمان الفنان باسم ربيع من لبنان، والفنان نافذ السيد من الخليج، وانا من الجزائر، عشان تبقى كوكبة يعني من الفنانين العرب. وبنقدم كمان وجوه جديدة في محمود الصغير وفي نور العربي، بنقدمهم لأول مرة يعني، وفي غادة إبراهيم، في مجموعة كبيرة من الممثلين. فابتدينا التصوير من الأسبوع اللي فات، عملنا أيام تصوير كانت جميلة جدا وممتعة، وقدم كل يعني فنان قدم اللي عنده أكتر، عشان نمتع الجمهور أول شيء، وعشان نوصل رسالة هذا العمل للجمهور العربي والوطن العربي وكل الدول العربية. انه هو يلاقى زي ما انا قلت لك في البدايه استحسان ولدى الجمهور، والشخصيه اللي انا بلعبها شخصيه كده ايه يعني صعبه شويه جديده عليا، فاقدر اقول يا رب يقدرني واعملها على اكمل وجه.